ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ صلوا على النبي. جبنا طاسه معانا وهنحط فيها معلقه سمنه ومعلقه زيت. هنعمل النهارده بطاطس في الفرن. بعد ما حطينا في الطاسه معلقه زيت ومعلقه سمنه، نزلنا عليها بالبصل، وعلى البصل ده كان عليه معلقه سكر. بعد كده حمرناها كويس قوي في الطاسه، يا دوب خدت لون كده، لون اصفر. بعد كده نزلنا عليها بالفلفل والثوم وقلبناهم كويس قوي مع بعض لحد ما البصل اتكرمل تماما وريحه الثوم بدات تطلع، والفلفل يعني خلاص بقى دبلان كده. بعد كده نزلنا عليهم بالفراخ، يا دوب الفراخ هتاخد لون كده، لون بسيط، لون ذهبي يعني كده بسيط. هنشيلهم بقى من على النار، وهنجيب معانا صينيه هنحط فيها البطاطس، هنوصف فيها البطاطس من تحت، وهنحط قرنين فلفل صغيرين كده مع البطاطس. بعد كده هننزل عليهم بالبصل اللي احنا كنا محمرينه اللي كان في الفراخ على النار، وهنفرده كويس قوي فوق البطاطس. لا يا شوشو، مش دي التانية. بعد كده هننزل بالفراخ التانية يا ماما. بعد كده بقى هننزل بالبهارات، هتكون عبارة عن ملح وكمون وفلفل اسمر وبابريكا. بعد كده هننزل بالصلصة. ايوه دي شاطرة. بعد كده هنحط عليها معلقة سكر، وهو اي طبيخ بنحط عليه سكر عشان الصلصة مش تعمل حموضة. بعد كده دخلناها الفرن على درجة حرارة 180، خدت حوالي ساعة الا ربع، وتاكلوها بقى بألف هنا.